ربنا عاوز يسوق حياتنا، ولو سلمنا له هيسوق. تصور كده معايا ان انت متعود انت اللي تسوق عربيتك، وبعدين ربنا بيستأذنك ويقول لك ايه، ممكن تقعد ورا وتسيبني اسوق او تقعد جنبي. تقول له لا انا بعرف اسوق، انا سواق شاطر، اقعد انت يا رب. يقول لك بس انا لو سقت هريحك، وبعدين انا عارف السكه انت مش عارفها كويس. لا لا يا رب انا واعي، وتفضل تتعازم كده. طبعا ربنا في الاخر بيسكت وبيقعد جنبك، يعمل بقى حادثه وتشتم في السكه وتلخبط الدنيا وهو مستحمل، وطبعا بتروح حته غلط، يرجع يعرض عليك تاني يقول لك ممكن اسوق، انت شكلك تعبت او شكلنا تهنا. هو ما نزلش، هو الجميل في ربنا انه ما بينزلش من العربيه وقال لك اكون معاك حتى لو غرقت نفسك، بس يفضل يعرض عليك ممكن طب تديني فرصه، انا عارف السكه. تقول له لا لا انا خلاص عرفت الغلط، انا هصلح، طب سوق. وبعده ايه، نفس المتاهه تاني ونفس الدوخه تاني، الى ان تاتي لحظه تزهق من نفسك وتعترف انك سواق فاشل لو سمحت، انك قائد خيبان زي حالاتي، وتقول له تعالى سوق وتنام بقى. عاوز تنام نام، عاوز تحكي معاه حكي، بس هو اللي يسوق. لانه تشبيه الراعي بالذات، هو طبيعي الراعي يبقى القائد. الخرفان هتمشي ازاي؟ والخروف اللي بيستنصح وبيعمل نفسه قائد بيتوه. ده اللي بيحصل في حياته. انما يدعو خرافه الخاصه ويخرجها، والخراف تتبعه مش بتمشي قدامه، لانها تعرف صوته. يبقى طبيعي القائد ماشي قدامه، الخرفان في رجليه. ساعتها الخرفان بوزها في الارض عماله تاكل وتشرب وخلاص، مش فارق معاه ولا حاجه.